هلوز، عاملين ايه يا اصدقائي؟ السلام عليكم. الثلاجة فيها مية قال انا جعان قوي. اهلا ومرحبا بكم في تاني حلقات سلسله احصائيات وارقام لاعبين النادي الاهلي. النهارده معانا بقى قلب الاسد، لاعب تحول من لاعب مغمور الى لاعب مقاتل بمعنى الكلمه. ابو راس تتاء ذهب، عريس يوم 11/6/2023. اظن كده انتوا عرفتوا هو مين. معانا محمد عبد المنعم. نخش في الحلقه. محمد عبد المنعم أو محمد عبد المنعم السيد محمد أحمد، مواليد 1 فبراير 1999، يعني عنده 24 سنة، من مواليد الزقازيق بالشرقية. اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ فنان. المركز الحقيقي لمحمد عبد المنعم هو قلب الدفاع، لكن في الحقيقة هو مهاجم يعني. الله اكبر عليك! ايه الحلاوة دي؟ نشأ محمد عبد المنعم في النادي الأهلي من هو عنده 10 سنين، وكان من ضمن اللاعبين اللي بيتم تصعيدهم على طول للفريق الأول. الأندية اللي انتقل ليها عبد المنعم، انتقل لسموحة على سبيل الإعارة، وقدم معاهم مستوى ممتاز، وبعدين راح إعارة تاني لفيوتشر. ومن هنا كانت انطلاقة محمد عبد المنعم اللي بينضم لمنتخب مصر وينفجر. انضمام عبد المنعم للمنتخب كانت بمثابة ولادة جديدة للاعب كبير، وكانت من ضمن أكبر المكاسب اللي حققها المنتخب، لأنه بالرغم من هو لعيب صغير لكنه قيمة فنية كبيرة جدا. ومن هنا يقرر الأهلي إنه ينهي إعارة عبد المنعم ويرجعه الفريق، وتبدأ رحلة عبد المنعم من جديد مع بيته النادي الأهلي. لعب عبد المنعم مع الأهلي طوال مسيرته 71 مباراة، سجل في ال 71 مباراة دول 6 أهداف. بس 6 أهداف إيه يعني؟ مش بالكترة يا زميلي، مش بالعدد. حصل فيهم على 19 كارت أصفر وكارت أحمر واحد. تعالوا بينا بقى نقسم المباريات دي لعبها في إيه مع النادي الأهلي. أولا عبد المنعم لعب مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 5 مباريات ما سجلش فيهم، ولعب في أفريقيا 22 مباراة سجل 5 أهداف، منهم هدف ببطولة طبعا كلنا مش هننساها. ايوه، هي ال 11 قدام الوداد. اما في الدوري لعب عبد المنعم 37 مباراه ما سجلش فيهم اهداف، لكن كان بمثابه مسمار قلب دفاع وسد دفاع منيع. في السوبر المصري لعب مباراتين لم يسجل ولم يصنع، وفي كاس مصر لعب 4 مباريات سجل هدف، وفي السوبر الافريقي مباراه وحيده اللي لعبها مع الاهلي. قيمه عبد المنعم التسويقيه على موقع الشهير ترانسفير ماركت 3 مليون يورو. البطولات: حصل عبد المنعم مع الاهلي على 5 بطولات، 1 دوري و1 كاس مصر و2 سوبر مصري، والاميره 1 دوري ابطال افريقيا. عبد المنعم لاعب في صغير في السن لكنه قيمه فنيه كبيره، انه بمثابه رمانه الميزان في خط دفاع النادي الاهلي، ومصدر كبير لقوه وصلابه دفاع النادي الاهلي. نتمنى توفيق لقلب الاسد لاعبنا الكبير الموهوب صاحب ال11 محمد عبد المنعم، والتوفيق في اللي جاي. واخيرا، لو عجبتك الحلقة دي ما تبخلش علينا باللايك والشير. على فكرة اللايك والشير يعني انت مش هتدفع فيهم، دي حاجة تشجيع بس. على العموم ما تبخلش علينا باللايك والشير وتوقع مين هيكون نجم الحلقة اللي جاية، واشوفكم في حلقة جديدة.